صباح الخير، صباح الخير متابعينا الكرام، صباح الخير خوتي الأعزاز. تحياتي لكل الناس، لكل الإخوة الأفاضل اللي راهم يتبعوا فينا من داخل وخارج الوطن. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد، في هذا البث المباشر الذي سوف نتحدث فيه على كارثة بكل معنى الكلمة. سوف نتحدث على أمر مهم جدا متابعينا الكرام، أمر مهم جدا جدا. تخيلوا معي، خرج أشخاص يقال عنهم بأنهم مصريون، لكن بحكم أني أعرف المصريين جيدا وعاشرت الشعب المصري وتعاملت مع الشعب المصري، أعلم جيدا وأعرف جيدا طبيعة الشعب المصري. راح نعطيكم الشاكلة التي تتحدث، الشاكلة التي تسترجل في مواقع التواصل الاجتماعي. هذو ليسوا بمصريين، ادوها من عندي، لأنه راهي الدور في مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بأن مصر سوف تقوم وترفض دخول الوفود التي انطلقت من الجزائر وتونس وليبيا، ويتهمونها بأنها وفود إرهابية، وبأنهم سوف ينفذون عمليات إرهابية داخل مصر وفي سيناء، سوف يقومون بتوريط مصر مع إسرائيل. نسمعوا الفيديو ومن بعد نبدأ نرخص فيهم. اللي عايز يطلع من تونس ويروح على ليبيا بشوقك براحتك. اسمع. اللي عايز يطلع من تونس ويروح على ليبيا بشوقك براحتك، بمزاجك، على وضعك، وانا مالي. ما تعمل اللي انت عايزه، انت حر. عايز تخش على مصر، يا ويلكم، يا اهلا وسهلا، يا 100 مليون مرحبا، ويلكم تو ايجيبت. ومن هنا يبتدي الهاشتاج بتاع المزاج المصري. ياض بمزاجي، ياض مش غصب عني. انا اعمل اللي انا عايزه في المليون كيلومتر مربع تبعي بتوعي. حاجتي المليون كيلومتر مربع اعمل فيهم اللي على مزاجي، اللي على كيفي. انما انت متخيل ان انت تطلع من تونس تخش على ليبيا، ومن ليبيا تعدي مصر تما عشان غصب عني تكسر حدودي انا وتعمل على مزاجك انت؟ مين انت في الدنيا عشان تعمل كده؟ مين وراك عشان تحط في دماغك ان انت عندك القدره؟ يالا ابن مين يالا ورقم لباس امك ايه عشان تخش مصر تكسر وتعمل اللي انت عايزه بمزاجك؟ ياض هتخش مصر يا تحترم المزاج المصري والقانون المصري والدستور المصري، يا اما هنديك بالجزم على وش نفض امك. سخن هذا المصري على بالك، هذا المصري عايش في الإمارات. كي تقول مصري عايش في الإمارات، قول عبد من العبيد ديال الإمارات وديال الكيان الصهيوني. واحد. في قرار. انا مواطن مصري ومن حقي ان اللي عايز يطلع من تونس ويروح. بالله. انا مواطن مصري ومن حقي ان انا ادافع عن بلدي، واي حاجه شايفها هتمس في بلدي لازم اتكلم عنها واقول عنها. دلوقتي في حمله او في انتفاضه مثلا بيقولوا عليها ان هي جايه من تونس، فلو كانوا هم الشعله اللي هتيجي وهيكونوا سبب في تهجير اخواتنا الفلسطينيين والاسرائيليين هيستولوا على الارض ويجوا هم يعملوا فوضى في سيناء، فانا بناشد الجيش المصري ان الناس دي تيجي تلتزم ادبها وما تخشش لسينا. دخول ما يكونش في سينا، اخرهم مثلا القاهره او مرسى مطروح، غير كده ما يتخطوش لسينا. لك يا سيدي تنسيقيه العمل من الجيل الجديد هذا ما يعرفش باللي سيناء تم تحريرها من طرف الجزائريين. الجيش الجزائري والجيش التونسي اللي كانوا مشاركين، ما نقولش الجيش التونسي، نقول الجيش الجزائري، يعني ما كفاية خوف من المجتمع. الجيش الجزائري هو اللي حرر سيناء، باش نفهمك يعني. وقلتها لكم حتى كي كنت في مصر، قلت لكم باللي جمال عبد الناصر أكبر خائن سواء للجزائريين ولا للثورة الجزائرية. بون، اسمعوا هاد الخانزة هادي اللي مدايرة بيرسينغ في لسانها، مدايرة ظوافر الداب، تهضر من الولايات المتحدة الأمريكية خوفا على مصر. راهم يحذروا مصر من قافلة الصمود الجزائرية التي انطلقت من الجزائر. إنهم عملاء، إنهم إرهاب. اسمع شي تهضر الكلبة هذه، اسمع. فلسطين بتونس.
عملوا قافلة برية اسمها قافلة الصمود الإنسانية. المفروض القافلة دي اتحركت امبارح يوم الاثنين من تونس، هتمر بليبيا وتخش على مصر وتعدي لحد معبر رفح عشان تكسر الحصار. زي ما سمعت كده، قافلة برية. علاش راكم خايفين؟ باغي نفهم. هاد حثالة البشر وحثالة القوم هذوما اللي خارجين يرفضون هذه القافلة، علاش راكم خايفين؟ يعني صح، الجزائر وتونس أحرجت هؤلاء الحكام وهؤلاء القذرة، يعني أحرجتكم. احنا عارفين باللي جميع القوافل والمساعدات ما توصلش، واحنا على بالنا باللي ما توصلش، على بالنا باللي تقعد ثم حتى تتعفن. اللي يتعفن يتعفن، نعرفكم مليح. وعندي شهود من داخل معبر رفح، وشهود مصريين وصلوا إلى معبر رفح قال لك راهم يخليوا المساعدات تتعفن وما تدخلش إلى خاوتنا، لأنه لا يوجد هناك ضغط. ما تلعبوها لناش جيش وقوة، كان والو. الجيش الذي لا يدافع على أرضه، الجيش الذي لا يدافع على أرضه ماشي جيش. الجيش الذي لا يدافع عن شرفه وعرضه ماشي جيش. الجيش الذي ينام ويأكل ويشرب ويدير يجيب في الدبابات وخاوته الفلسطينيين على بعد أمطار يموتوا ماشي جيش قاع. كملي ترى الكلبة كيفاش. قال إن فيها 1500 متطوع من نشطاء بقى. اصبر ناس لأنه مثقفة المفروض وناس محترمة طلعوا من تونس. من كام ساعة كده كان في مركب اسمها مجهول طلع برضه. معليش. باب الزريبة اتفضل خش حضرتك. كان مجهول حتى الآن وخدت المركب دخلتها. ما فهمتش انا علاش هي تاكل فيهم على اسرائيل برك. ابالكم علاش حنا الامه العربيه باللي حنا رانا زيرو. علاش نقول لكم باللي حنا الامه العربيه، ما نقولش الامه العربيه، نقول الامه الاسلاميه. اباكم علاش الامه الاسلاميه رانا صفر؟ بسبب امثال هؤلاء. من اسدود ومحدش يعرف عنهم حاجة. قوم انصح اخواتهم عاملين قافلة برية بقى. هنا بقى ايه السسبنس، هنا بقى شغلوا مخهم. قال لك ما دام البحرية بتتقفش. زعما هذيك شغل فاهمه وعارفه، فهمتني كيفاش. زعما هذيك شغل جابت الصيد من وذنو. نخش لها برية. ايه رأيكم بقى؟ هو انا معرفش مين فهمهم ان مصر دي سويقة. سويقة اللي عايز يدخل اتفضل حضرتك، احنا فاتحين الزريبة، فاتحين باب الزريبة، اتفضل خش حضرتك، خد اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. وانا هنا الحقيقة مش هفترض اي حسن نية ولا هفترض السذاجة حتى، لا، انا هفترض ان ده مقصود لاحراج مصر. انت عندك سيناريوهين. السيناريو الاولاني ان مصر تمنعهم، يقول لك شفتوا مصر مشاركة في حصار غزة اهو. السيناريو التاني بقى، قبل ما تهضري، لانه شفناكم ونعرفوكم مليح يا الانذال يا الانجاس، نعرفوكم باللي مصر من سبع المستحيلات انها تترك هذه القوافل تمر. انا نعرفكم مليح، ونعرف باللي هناك 9 نقاط تفتيش قبل الوصول الى المعبر الحدودي، لدرجة انه سألت هل سيناء تابعة لمصر ولا عبارة عن جدار لحماية الكيان الصهيوني. نفس الشيء، المجال الجوي لمصر هو عبارة عن مجال جوي لحماية الكيان الصهيوني. نفس الشيء الأردن، نفس الشيء السعودية، المجال الجوي لحماية الكيان الصهيوني. تسمى غير ما كان له تلعبوها لنا باللي نتوما راكم طايحين زعما لا، ولماذا سوف يتم إحراج مصر في هذا الوقت؟ احنا رانا نقول لكم، قلتوا لنا باللي ارواحوا نتوما رانا جينا نحبوا نشوفوكم نتوما ترى كيفاش راح تعملوا. كملي تراه يا واسمك. مصر تقول لهم اتفضلوا، السبهلله موجوده، اتفضلوا معانا اتفضلوا، ويوصلوا لحد معبر رفح. فيحصل ايه؟ صدام. ما هو انت ما تعرفش مين دول، ما تعرفش ال 1500 بني ادم دولت هم مين، والله اعلم يفضلوا 1500 ولا هيزيدوا شويه. شفتوا كيفاش خايفين؟ هادو غير توانسه والجزائريين والليبيه تحركوا، خرجوا الكلاب تاعهم وخرجوا العاهرات تاعهم يهضروا، يقول لك هادوما بالك ما تعرفوهمش، هادو 1500 بنادم شكون. لهذه الدرجه راكم خايفين يا رخاص، لهذه الدرجه راكم خايفين على ارواحكم. تعرفش هم مين، تعرفش توجهاتهم ايه، معرفش هم مدفوعين لايه بالظبط. ففرضنا فرضا جدلا ان مصر قالت لهم اتفضلوا
محرم، اتفضل. راحوا هناك وابتدوا يستخدموا اي اسلوب عدائي لفتح المعبر مثلا بالعنوة. فهتبقى ايه النتيجة الحتمية؟ ها؟ يا عمري خايفة لا التوانسة والجزائريين يفتحوا المعبر رفح بالسيف. يا عمري خايفة. هاي كملي تراه كملي الخرطي تاعك. ها؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. صراع ما بين اسرائيل ومصر، وننفذ ساعتها مخطط التهجير. سما انت تقولي لو كان يتفتح معبر رفح إسرائيل هدية راح تطرد خاوتنا وتدير مخطط التهجير. يتم احنا رانا غالطين توانسة وجزائريين. وي تما انت هي الذكية، انت هي اللي راكي تعرفي كلش وانت اللي على بالك بكلش. كي تفتح معبر رفح يتم تنفيذ خطة التهجير. ما كنتش على بالي. على بالك والله ما على بالي انايا. انت اللي على بالك انت راكي زعما شغل يا المرخص يا طحاحنا. هذاك التخمام اللي عندكم صار. لو كان يجي الجزائري والتونسي يحلوا المعبر تصرى صراع بين مصر وإسرائيل. علاش عندكم صراع؟ علاش عندكم دولة أصلا انتم تقول خلي البرباطة من لا تهضروا. انت بقى عايز تقنعني ان انت غرضك شريف، وان انت كل اللي انت عايزه فك الحصار عن اهلك في غزة، صح؟ يعني كل الشو والتصوير. أهلك ماشي أهلها. أهلك يا الجزائري والتونسي ماشي أهلها هي. قالت لك انتكم دايرين شو حرب أكتوبر. من حرب أكتوبر إلى يومنا هذا وانتم متعاونين ومتواطئين مع الكيان الصهيوني وإحنا ساكتين. الجوي والجزيرة اللي بتذيع 24 ساعة خطواتكم عاملة ازاي، كل ده محدش ممولكوا خالص. طب مش كان بدل ما اللي انت عملته ده، مش كان كل نفر منكم راح لحكومته وقال لها طلعوا معانا الجيش؟ هو انتوا ما تسمعوش عن سلاح الجو؟ ما كانوا خدوكوا بسي 130 كده رموكوا من الجو وتفكوا الحصار؟ تسمعش عن الاردن، لبنان؟ ما تعرفش ان كل دول جيران برضه؟ ولا هو الغرض مصر؟ صح، وتوريط مصر والإساءة لمصر في الحالتين، سواء مصر ما دخلتكوش أو مصر ده. شوف ودي لا يوجد لا إحراج لمصر ولا لمحاولة أنه رمي أنا كرهت منها هذه بس كي تخرى هذه تخرى من فمها. هذه حاشاكم خوتي سمحوا لي على الهضرات دي. هذه تخرى من فمها هذه الله غالب مانيش قادر نزيد نكمل نسمعها. بون الغاشي كاع راه يهضر على قافلة الصمود. الغاشي كاع راه الغاشي كاع راه الغاشي كاع راه يتهم. خلصنا الأجازة. الغاشي كاع صبر شنو الغاشي نرجع لعبث الواقع. قالت لك عبث الواقع. الغاشي كاع راه يتهم في هذه القافلة بأنها تتدخل. من تونس بريا الى القطاع. طيب ايه المانع انك انت تروح بحريا؟ مفيش اجابه. شوف العرب بيزح. شوف العرب مشكلتهم لماذا لا تذهب بحرا؟ لماذا لا تذهب جوا؟ الإخوة عندهم عام ونص هما يموتوا جوعا. ما قالكش نعاونوهم، ما قالكش هذاك البغل تاعهم هذاك يدخل لهم كش عفسه ياكلوها. لا يتساءلون علاش ما تدخلوش بحرا ويقول لك هديه فيها ان هديه. يعني مدلين ردت على الاجابه. طيب ايه المشكله انك انت تطلع على سوريا وتروح من هناك بريا؟ مفيش اجابه. طب فين المشكله ان انت تروح للبنان وتدخل من هناك بريا؟ مفيش اجابه. هو المطلوب انك انت تدخل من مصر وتعمل مشكله داخل الحدود الليبيه المصريه. الليبيه شوف انا نقولها لكم من دركا شو على هضرتي مليح. القافله راح يرجعوها من الحدود الليبيه ما يخلوهاش تدخل من الاخر. شوف على هضرتي مليح. الحدود البريه بين ليبيا ومصر مقفوله ما يخلوهمش يفوتوا من ليبيا من الاخر. ثم هذه كاع تحرك كاع اللي داروه اكبر خائن للامه العربيه بلا ما ندخلوا للتفاصيل. ثم على بالكم شكون. المصريه. ايوه، لان المصريين هيقولوا دخولكم بدون تاشيره. انا مش
شايف اي سبب لوجودك عندي غير انك انت رجل بتقول انا رايح اعمل اللي المصريين كلهم ما عرفوش يعملوه. وي ما قدرتوش تعملوه انتوما، ما قدرتوش تدخلوا المساعدات لخاوتنا. عادي، جاوكم الرجال يوريوكم كيفاش يفكوا الحصار ويدخلوا لوسمو، لانه خلاص راكم تهضروا بزاف، راكم تهضروا بزاف، راكم تهضروا بزاف. بعد ما شفنا الاحتلال وهو بيعترض السفينه مدلين في عرض البحر واعتقال الناشطين اللي عليها وهم كانوا رايحين يفكوا الحصار المفروض والغير شرعي عن غزه، النهارده نفس المشهد بيتكرر تاني، بس مش من البحر المره دي من البر، من قلب المغرب العربي. قافله ماشيه على رجليها بتعبر حدود الدول علشان توصل لغزه عن طريق معبر رفح. لكن يا ترى النظام المصري هيسمح لها بالدخول ولا هيعترضها ويتعامل معاها زي ما تعاملت اسرائيل مع نشطاء السفينه مدلين؟ القافله اسمها قافله الصمود، انطلقت من تونس يوم 9 يونيو بمشاركه مئات الناشطين من طلقت من تونس، مليح. الجزائر والمغرب وموريتانيا وبعض الليبيين كمان. القافله دي مش رايحه بمساعدات، لا دي رايحه تدخل المساعدات اللي اساسا متكدسه في معبر رفح، واللي مئات الالاف من الاطنان محجوزه فيها، واللي المفروض سمعت أطنان من المساعدات متكدسة في المعبر رفح، ما قدرش الرئيس السيسي يدخلها إلى إخواننا، عام ونصف والمساعدات متكدسة ثم. ان هو مصري، بس اللي ماسكه في الحقيقه هو التنسيق الامني بين جيش الاحتلال والنظام المصري، طبعا قبل ما تحتل اسرائيل محور فيلادلفيا بشكل كامل. يعني بالمختصر الناس دي رايحه تفتح الطريق للمساعدات اللي محجوزه، مش شايلين بطاطين، لان البطاطين مستنيه تدخل من زمان. وطبعا السؤال الاهم بالنسبه لنا النظام المصري واللي على راسه عبد الفتاح السيسي، هل هيسمح اصلا ان القافله دي تدخل مصر؟ لغايه دلوقتي مفيش اي بيان رسمي واحد من الجيش المصري ولا النظام ولا اي تصريح انهم موافقين على دخول القافله دي من معبر السلوم من مصر وليبيا. ده احنا حتى الفتره اللي فاتت ما شفناش في مصر مسيره محترمه لغزه ما تمش اعتقال اللي فيها، والنظام منع المظاهرات المتعاطفه معاها، والاعلام والاوقاف بيوجهوا الناس انهم يكتفوا بالدعاء وفي سرهم كمان علشان ما نأذيش ولاد العم. وعندنا اللي بيروحوا يرقصوا في معبر رفح ويرفعوا صوره السيسي، دول اللي بيعدوا بسهوله، لكن اللي عايز يفك الحصار الله اعلم، لسه الايام اللي جايه هتكشف لنا ايه اللي هيحصل فيهم. القافله ماشيه من تونس وعدت ليبيا وهتوصل القاهره يوم الخميس اللي جاي، وبعدها هتتحرك على رفح علشان تكون هناك يوم الاحد. التنظيم من تنسيقيه العمل المشترك من اجل فلسطين وبمشاركه نقابات اطباء ومحامين وطلاب ونشطاء، وفي كلام ان ممكن تلتحق بيهم اسمع، إذا خلاوهم فاتوا من الحدود تاع ليبيا، هذا إذا خلاوهم فاتوا راح يكون هناك عائق آخر. أنا نقولها لكم، ادوها من عندي. تونس، الجزائر، ليبيا يريدون إدخال المساعدات. مصر، السيسي لن يقوم بفتح الحدود ولن يقوم بإدخال المساعدات. أراكم شفتوا التحريض الإعلامي ضد هذه القافلة واتهامها بأنها قافلة إرهابية. شفتوا البروبلم وراه؟ البروبلم ماشي إسرائيل قوية ولا إسرائيل واعرة، البروبلم هما خايفين وبزاف خونة، هذا هو المشكل. كنت نتكلم مع صديقي قلت له فلسطين غير الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يحررها، احنا ما نقدروش، ما يقدر حتى بشر. جنود الله سبحانه وتعالى هما اللي راح يحرروها، احنا فقط رانا نديروا مبادرات برك، حابين نتحركوا فقط، هذا ما كان. جينا نتحركوا قال لك خرجوا ليكم هذوما البعرة والحمرة ديال الخونة هذوما. ما نقولش المصريين، لأنه الشعب المصري شعب طيب وشعب يحب فلسطين ويحب يعني ينتظر الفرصة باش يتحرك معاهم. ما نقولش الشعب المصري، إنه الشعب المصري طيب ويحب فلسطين. الخونة اللي ما همش حابين القافلة تدخل. السلام عليكم.